قد رأينا صورا مشرفة من إخواننا على أرض الشام، على أرض سوريا، وفي أرض تركيا. فها هي امرأة تخرج من تحت الأنقاض، تمتد يد المغيث إليها لتخرجها، فترفض المرأة وتقول: لن أخرج إلا بعد أن تعطوني الحجاب. إنها تعلم أنها لو بقي من عمرها لحظة لا يمكن أن تعيش تلك اللحظة بمعصية. هذه هي القلوب التي تستفيد من تلك المصائب. رأينا أناسا قد وسع الله عليهم فتدافعوا، أغلقوا محلاتهم، أخذوا ما بها، خلت الأرفف من كل شيء، فإذا بهم يضخون تجارتهم ويبعثون بأموالهم سندا لإخوانهم. رأينا امرأة أقرأ رسالتها قبل أن أصعد إليكم، امرأة تدرس القرآن وتحفظه في إحدى الحلقات، انقطع خبرها لأيام، انتظرها طلابها للحلقة، فخرجت تلك المرأة التي عاشت مع القرآن بعد أن خرجت من تحت الأنقاض تبعث برسالة إلى مسؤول الحلقة لتقول له: أنا جاهزة من الأسبوع القادم كي أقوم بممارسة عملي لأحفظ القرآن مرة آخرة. سألها الرجل عن حالها: أين كنت؟ قالت: كنت تحت الأنقاض وماتت جميع عائلتي. فيا الله من هذا الصبر، صبر على المصيبة ما أروعه، ما أعظمه، لكنه يا أحبة صبر أهل الإيمان، صبر أهل الطاعة. أما غير أهل الطاعة فانظروا إليهم، استغلوا الفرص لينهبوا أموال الناس وهم خائفون. أصحاب المعصية حين تنزل هذه الأزمات لا تؤثر فيهم. أما أهل الإيمان فانظروا إلى هذا العجوز وهو لا يستطيع أن يخرج، لما رأوه فسألوه: ماذا تريد؟ قال: ابعثوا لي ماء فإنني أريد أن أصلي فقد انقطعت عن الصلاة 3 أيام. يا الله، هذه هي المعادن التي يكشفها الزلزال. إن الزلزال الحقيقي يوم أن تزلزل قلوبنا، بأن نعود إلى ربنا، أن نتعلم الدرس. إن كنا نحن الآن في عافية فتعلموا من نبيكم ما كان يردده صباح مساء وهو يلح على ربه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. استعيذ بالله تبارك وتعالى، فهناك أناس تغرقها العافية وتعترض على أن الله تبارك وتعالى لم يوسع عليه، وهو في عافية في جسده في ماله، لكن هؤلاء في لحظة لا مال ولا ولد ولا بيت، لم يبقى له إلا الله.